كما قلت لكم أحدهم من شباب بتوع 15 مش عارف ايه والكلام ده كله، يعني قابلا أجرى معي حوارا، والحقيقة أنه مثقف قارئ، وظن أنني لا أستطيع أن أحاوره كثيرا. ومنتهى كلامه ويريد أن يقول بأنه ليس سلفيين عندهم ضيق في الأفق، لا يفهمون الواقع. من جملة الأسئلة: ماذا ستفعلون في اتفاق الصلح أو في كامب ديفيد بالنسبة لإسرائيل؟ دي مسألة مهمة جدا. إياك والعنترية، إياك والعنترية. سنلغي هذه الاتفاقية وسنسيمهم العذاب وسنرميهم في البحر ونجعلهم يا لا 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 لا. قف قف قف، ترفق بنفسك، يعني ربما يصيبك أذى من هذه العنترية. ترفق بنفسك. المسألة قاعدتها هي المصالح والمفاسد. الصلح كصلح صار أمرا واقعا وترتبت عليه آثار في الواقع، والحقيقة أن هذه الاتفاقية لا نعرف عنها شيئا، ما نعرفش عنها حاجة. هم أخرجوا بعض البنود وأعلنوها للناس وكتبوها في الجرائد، لكن ليست هي كل بنود الاتفاقية. قعدوا مع عدة سنوات لغاية لما عملوا اتفاقية يطلعوها في صفحة الجرنان. ففي هناك اتفاقية بالأحرف الأولى، وهناك مسودة الاتفاقية، وهناك بعد ذلك تحضير الاتفاقية، وهناك بعد ذلك الصيغة الختامية للاتفاقية، وهناك المذكرات التفسيرية للاتفاقية. فين ده كله؟ مش عارفين عنه حاجة. إذا قبل أن نحكم على الشيء لابد أن نعرف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور هو العلم بالشيء والوقوف على حقائقه. دعني الأول أعرف ما هي البنود الاتفاقية، البنود الحقيقية. لكن من حيث المبدأ نحن لا نمنع من هذا الصلح، من حيث المبدأ لا نمنع من هذا الصلح، لأنها صار أمرا موجودا على الواقع، وسيترتب على ذلك الإلغاء مفاسد عريضة، مفاسد عريضة. فلو دبابة خرجت من فلسطين ممكن تيجي هنا القاهرة بمنتهى اليسر ولا حد هيعترضها. شوية بلطجية جم من مكان ما ودخلوا سجن أبو زعبل، ضربوا الحرس وقتلوهم وأفرجوا عن بعض المساجين ورجعوا تاني وراكبين عربية داتسون بعربية داتسون. المسألة إيه يعني؟ مش صعبة قوي لدرجات. إذا إلغاء اتفاقية سيترتب عليها مفاسد، ولكن يمكن أن تقرأ اتفاقية وأن ننظر في البنود التي تمثل إذلالا لمصر أو تضييعا لحق مصر، فتعدل هذه البنود. يمكن أن يكون ذلك والطرح، لكن أن تقبلها مطلقا أو أن ترفضها مطلقا هذا يدل على عدم الفهم الصحيح.